القرار الملكي بضبط النفس والالتزام بمقررات الأمم المتحدة قرار جريء أربك حسابات الطرف الآخر الذي لم يكن يتوقع انضباط المملكة كدولة حريصة على رهانة الأمن والاستقرار الإقليمي، مدافعة عن قضية ليست قضية ملك أو حكومة وأحزاب سياسية، وإنما هي قضية إجماع للشعبية المغربي. قرار مغربي إذن أقلق البوليساريو والحليف الجزائري الذي طالما تمنى طروحات انفصالية بالخارج وقع معها بالداخل بعد خروج دول فاعلة مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وفرنسا مرحبة بالقرار الذي عكس حمولة دولة تحترم نفسها. في المحور الطرقي الجرجرات تركزت الجهود المغربية لتسهيل التجارة القانونية ومحاربة التهريب، وأيضا مواصلة الجهود الهادفة إلى الحد من جميع الأنشطة غير القانونية التي تعرفها المنطقة، جهود تهدف بالأساس إلى ضمان سلامة وأمن مستعملي هذا المحور الطرقي من خلال تسهيل عملية السير ومرور المنتجات التجارية في ظروف جيدة، عكس ما روجت له جبهة البوليساريو من أنها عملية عسكرية تعتبر خرقا لوقف إطلاق النار، وذلك سعيا منها لخلق الحدث ولفت الانتباه إلى خارج المخيمات حيث الخرق الحقيقي لحقوق الإنسان. هذا الانزعاج ياتي ايضا بعدما ركمت الدبلوماسيه المغربيه والمبادرات الملكيه تحديدا خطوات ملموسه على طريق تقويه اختيارها الافريقي وتعزيز حضورها في مناطق من هذه القاره الغير مستقره. ففي غضون الاشهر القليله الماضيه تواترت زيارات جلاله الملك لتشمل عددا من الأراضي الافريقيه تشترك في الفرص والمشاريع وتتوحد في الصعوبات والتحديات. وخلال كل هذه الجولات اكد المغرب ان توجهها الافريقي خيار استراتيجي وليس عملا عرضيا أو ظرفيا، وبلغة واضحة وبسيطة يروم المغرب إسوة بدول وقوى دولية وازنة كثيرة أن يكون له حضور قوي ومتنوع في منطقة تعد بكل المقاييس عمقه الجنوبي وواحدة من أكثر الجهات حساسية لأمنه الوطني العام. المغرب الذي عاد مؤخرا إلى الاتحاد الإفريقي بعد قطيعة طويلة لم يقطع صلته بإفريقيا وملفاتها السياسية، بل ظل متفاعلا وفاعلا فيها، والأكثر من ذلك تمكن من إقناع العديد من الدول الإفريقية بعدالة قضيته الترابية. ومن هنا لا يمكن فهم التوجه المغربي نحو إفريقيا إلا بحسبه اختيارا استراتيجيا واعيا وأولوية كبرى تروم إعادة بناء وترسيخ العمق الإفريقي للمغرب وإخراجه من دائرة التذبذب والإحجام وإعطائه مضمونا جديدا ليس على المستوى السياسي فحسب بل على كل الصعود الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.